رسالة أخرى في الشهادتين وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل رسالته. معنى كون أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة. قال: صب الله عليه من شآبيب بره ورحمته ووالى. هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وقد غلط أهل زماننا فيها وأثبتوا لفظها دون معانيها، وقد يأتون بأدلة على ذلك تلتبس على الجاهل المسكين ومن ليس له معرفة في الدين، وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شفاعته من أحق بها يوم القيامة قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه وقرت عينه واستنقذه المساعد على ذلك، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له أو حلف به أو نذر له لم ير ذلك شركا ولا محرما ولا مكروها. فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي التوحيد لله والعمل بما أمر الله اشمأز ونفر وعارض بقوله: قال رسول الله وقال رسول الله، وهذا لم يدر حقيقة الحال. فلو كان الأمر كما قال لما قال الصديق رضي الله عنه في أهل الردة: والله لو منعوني عناقا، أو قال عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وما يصنع هذا الجاهل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فإنهم شر قتيل تحت أديم السماء. أفيظن هذا الجاهل أن الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ولم يقل منها: قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وكذلك أهل حلقة الذكر لما رآهم أبو موسى في المسجد في كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100 هللوا 100. الحديث. فلما أنكر عليهم عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم، أو قال تراقيهم. وأيم الله لا أدري أن يكون أكثرهم إلا منكم. قال عمرو بن سلمة: فما كان إلا قليل حتى رأوا أولئك يطاعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهروان مع الخوارج. أفيظن هذا الجاهل المشرك أنهم يتركون ذلك لكونهم يسبحون ويهللون ويكبرون؟ وكذلك المنافقون على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ويحجون معه. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وكذلك قاتل النفس بغير حق يقتل. أفيظن هذا الجاهل أنه لم يقل لا إله إلا الله، وأنه لم يقلها خالصا من قلبه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من عباده وأخفى عليه الصواب، وأسلكه مسلك البهائم والدواب. أولئك كالأنعام بل هم أضل. حتى قال هؤلاء الجهلة ممن ينتسب إلى العلم والفقه: قبلتنا من أمها لا يكفر. فلا إله إلا الله نفي وإثبات الإلهية كلها لله، فمن قصد شيئا من قبر أو شجر أو نجم أو ملك مقرب أو نبي مرسل لجلب نفع وكشف ضر فقد اتخذه إلها من دون الله، فكذب بلا إله إلا الله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الشرك بعبادة غير الله للتبرك. فإن قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك، وإني لأعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر، فقل له: إن بني إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت، كما أخبر الله عنهم أنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأجابهم بقوله: إنكم قوم تجهلون. الآيتين. وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات، فعكفوا على قبره، فيرجع هذا المشرك ويقول: هذا الشجر والحجر، وأنا أعتقد في أناس صالحين أنبياء وأولياء، أريد منهم الشفاعة عند الله كما يشفع ذو الحاجة عند الملوك، وأريد منهم القربة إلى الله. فقل له: هذا مذهب الكفار بعينه، كما أخبر سبحانه بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد ذكر أناسا يعبدون المسيح وعزيرا، فقال الله: هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي كما ترجون ويخافون عذابي كما تخافون. وأنزل الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الآيتين. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الآيتين. والقرآن بل والكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الشرك.